اتعرت وقلعت هدومها بالكامل وبقت زي ما ولدتها أمها بالظبط. كانت عريانة تماما، ومارست مع الممثلين في الفيلم الممنوع من العرض. ناهد يسري سيدة الأقمار السوداء، أشهر فيلم مصري اتمنع من العرض في دور السينما أو في الدول العربية وبالتحديد منهم مصر. طلعت وقالت أنا كنت فرسة وكل الناس كان هتموت عليا، وقدمت مشاهد تمثيل عظيمة وتدرس في فيلم سيدة الأقمار السوداء الممنوع من العرض. ناهد يسري هي فنانة مصرية قدمت وحصلت على شهرة كبيرة جدا بسبب فيلم سيدة الأقمار السوداء. في بداية سنة 1970 بعد النكسة يعني تحديدا انتقلت ناهد يسري لبيروت مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين للبنان، وقدمت أدوار كتيرة وشاركت في أعمال فنية كبيرة، بس اشتهرت بأدوار الإغراء وبقت نجمة الإغراء الأولى. اعتزلت التمثيل في سنة 1990 وقررت ترتدي الحجاب، وإنها مش هترجع للتمثيل تاني، وهتكرس كل وقتها وجهدها وحياتها لبيتها وأسرتها فقط، وإنها مش هترجع للتمثيل تاني. وحكت بيت ربنا 7 مرات، وأدت العمرة 29 مرة. طلع عليها إشاعات كتير وكلام كتير إنها اتبرت من أعمالها وإنها غير راضية عن مسيرتها الفنية، لكن طلعت في 2010 ونفت كل الكلام ده، وقالت إنها بتعتز بمسيرتها الفنية وإنها قدمت أعمال فنية عظيمة جدا.